الناب اللي طالع في غير مكانه مش مؤثر على شكل الابتسامة بس، الموضوع أكبر من كده، والناب المدفون بشكله أكبر بكتير. فتعالوا نعرف خطورة الحالتين دول وإزاي نعالجهم. الناب المدفون ممكن يؤدي لتآكل في جذور الأسنان المجاورة، أو يكون سبب في تكوين سيست، وهو عبارة عن كيس بيؤدي لتآكل في العظم المحيط بالناب. وطلوع الناب في غير مكانه زي ما بيأثر على الشكل الجمالي والابتسامة، كمان بيكون سبب في تجميع أكل وحدوث تسوسات ممكن تؤدي لفقدان الناب ده. فقدان الناب بيؤدي لهبوط في الشفة وبداية ظهور تجاعيد على الوش، واللي بيدي سن أكبر من السن الطبيعي، غير إن فقده بيسبب ألم في الضروس الخلفية، وكمان ممكن يسبب تكسيرها، وغير مشاكل تانية كتير. وعلاج الحالات دي بيكون عن طريق التقويم، اللي أحيانا بنحتاج معاه تدخل جراحي بسيط، خصوصا في حالات الناب المدفون. ولأننا كيان كبير قايم على التخصصية، فزي ما هتلاقي أخصائي للتقويم هتلاقي أخصائي للجراحة، لأن كل خطوة عندنا بيعملها أكتر حد متميز فيها، عشان نكون دايما بنقدم لك الخدمة الأفضل على الإطلاق. دكتور عمار دنتال كلينكس، اختيارك الأول.